هنعمل النهارده وصفة أقوى مليون مرة من البوتوكس. هتشد معاكي البشرة، هتخفف معاكي التجاعيد، هتخلي بشرتك شباب على طول. ده غير كمان انها هتشيل التصبغات وهتشيل تجاعيد حول العين، هتفتح معاكي درجة واتنين وتلاتة، وكمان هتظبط معاكي الحاجز بتاع البشرة. ده غير كمان انها ممكن تقضي مع الاستمرارية على الكلف والنمش. تعالى اقولك ايه الوصفة المكونة من 3 مكونات فقط، موجودين عندك في المطبخ، سهلين جدا. هتجيبي كيس من النشا، لا سوري، هتجيبي كيس من الخميرة الفورية وعليهم معلقة من النشا، وكمان معلقتين من الحليب، وشوية من مية الورد. هقولك دلوقتي تخلطيهم مع بعض ازاي. بالتدريج هتحطي النشا والخميرة مع بعض وتبتدي تصبي الحليب عليهم تدريجيا. هتلاحظي فيه شوية تكتلات كده حصلت، علشان دمج النشا بالحليب او دمج الخميره بالحليب ما بيكونش اسهل حاجه. عشان كده قلتلك نضيف شويه من ميه الورد. احنا هنضيف حوالي معلقتين كبار من الحليب، لو ما فكتش معاكي الوصفه يبقى هنكمل بميه الورد، وهيبقى عندك بقوام الماسك سهل الفرد جدا. طيب هنحطه لمده قد ايه؟ هتستخدميه 3 مرات في الاسبوع. هتحطيه لغايه ما ينشف معاكي خالص، يعني من 20 ل 25 دقيقه. سهل جدا بيكون حطيه على الوش بالكامل، وكمان حطيه على الرقبة. اهم من ان احنا نعمل الماسك نفسه ان احنا ازاي نشيله. هتحطيه على البشرة قلتلك لمدة 25 دقيقة، هتلاحظي ان الماسك اتشقق كده ونشف معاكي تماما. ما تغسليهوش بالمية وخلاص، لا، انا محتاجة انك تفركيه بحركات دائرية، لان طريقة تطبيق الوصفة وازالتها مهمة جدا. بنفرك بحركات دائرية عشان نشيل كل الجلد الميت اللي موجود على البشرة. بس كده هتلاحظي بشرتك نورت واتشدت، ومع الاستمرارية هتلاحظي الفرق. شير وسبسكرايب ولايك للفيديو. لو عجبك الفيديو اكتبيلي في الكومنتات تجربتك، ولو عندكم اي استفسار اكتبولي برضو. متنسيش تصلي على الرسول.